هلا يا حلوين، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي معرفنيش اول مره يشوفني، انا رينا ايهاب، ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض اللوك ميك اب توتوريال ده. وده مش لوك ميك اب واحد، ده 3 في واحد. فلو حابه تتعلمي 3 تكنيكات مختلفه للميك اب في رسمه واحده بس، كمل الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبحبكم جدا يلا بينا. اوكي يا حلوين، النهارده بقى هنبتدي مع بعض الحواجب مع بعضينا، لاني عامله لها تاتو المره دي، تاتو حلال. اوكي، عامله لها المره دي تاتو كده، فحابه ان انا اعمل معاكم طريقه الحواجب برضو حتى وانا عامله تاتو. عايزين نوقفها ونخليها هير باي هير، فليتس جو. اوكي، اول حاجه هستخدم السوب بتاعتي من شي جلام، زي ما انتم شايفين شكلها كده. تمام. وهبتدي بقى اول حاجه امشط حواجبي، فعايزين نخليها هير باي هير حتى وانا عامله تاتو. واي نوت؟ شفته بجد يعني، ما هنتوش عليا بصراحة. يعني كان ممكن عادي جدا ابقى بادئه الفيديو بالحواجب زي بقية الفيديوهات الكتيرة، لكن صعبتوا عليا. اما بقى لو حابين تشوفوا التوتوريال بتاع الحواجب دي انا عملتها ازاي اصلا في الاول بالتاتو، ممكن اعملها لكم في الفيديو الجاي او اللي بعد احسب. يعني ممكن اعملها لكم في فيديو عموما يعني. اوكي، عشان المرة دي حواجبي يعتبر مرسومة، فانا هستخدم البرو كونسيلر ده من لاجر. وهبتدي بقى انضف بيه تحت الحاجب، حاجة خفيفة جدا، لان هي يعتبر ايه، حواجبي مرسومة، فانا مش هحتاج للون ابيض قوي يقويها. هجيب brush blend بالشكل ده كده، وهبتدي بصوا حاجة خفيفة جدا، اللي هو اموه بقى ايه كل اللي انا عملته هنا كده ده فوق، عشان لما اجي ادمجها بالبيوتي بلندر يبقى الموضوع اسهل بكتير. بقالكوا كتير ما شفتونيش بعمل حواجب، بصوا عدوا الجمال بجد. اوكي، حاجة خفيفة جدا من هنا كده. اوكي، نيجي بقى لمرحلة الاي شادو. هتسألوني هتعملي الوان ايه؟ I don't know حرفيا، لكن انا كل مرة ببقى عايزة اجي اصور كده، يعني جاي روح الفنان اللي جوه عايزة اصور، لكن ما ببقاش عارفة انا عايزة اعمل على الوان ايه وكده. حتى لو فتحت مثلا يعني حاجات تديني ايحاء لحاجة او استوحى منها حاجة فكرة، برضو بعمل حاجة تانية خالص. ف let's go نشوف الباليتس الاي شادو تعمل معانا ايه، ونشوف الالوان. بصوا انا ما قررتش قوي، بس قررت افتح معاكم باليت تكنيك وهبتدي اشتغل من الالوان اللي فيها شويه. بصوا يا جماعه، انا كان نفسي قوي وانا بركب ضوافر اعمل الحركه دي. الحركات دي عارفين انتوا الفيديوز دي. اوكي anyway، خلونا نبدا باول حاجه كلون از ترانزيشن، اللون البني ده. يعني زي كتدفئه للون الابيض اللي عليه، فحاجه بسيطه جدا كده الشكل ده اللي انتوا شايفينه. ومن نفس الباليتس لقيت فيها اللون الاورنج ده كده، فهبتدي احط بيه برضو كتمويه من هنا كده شوية. ايه رأيكم اعمل كات كريز؟ مش عارفة، حاسة ان جاية معايا قوي على كات كريز. واي نوت، ممكن كات كريز.
واهم حاجة نسحب العين كده على بره، نسحبها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كله على بره كده بالشكل ده. اوكي، هستخدم البيبي كريم كونسيلر من مايت سينما، وهبتدي اعمل بيه الخط بتاع الكات كريز زي ما انتوا شايفين كده. اوكي، نبدأ بقى نحدد بالظبط الكريز بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. نبدأ بقى سنة سنة كده زي ما انتوا شايفين، بنخرج بره الإطار بتاعنا. وببيوتي بلندر صغيرة كده، وابتدي اعمل تابينج عشان لو في اي زيادات ما تكلكعش معانا في اي حاجة تانية احنا هنحطها. فبصوا بالراحة جدا كده، واعمل تابينج خفيف زي ما انتوا شايفين. وبرضو من نفس الباليت هستخدم منها اللون الشمري ده كده اللي على روز شوية. على فكرة يا جماعة، هي مش استخسار باليتس، بس الفكرة ان انا عايزة اعلمكم ان مش لازم يكون عندكم باليتس كتير علشان تصوروا بيها لوكات او تبدأوا بيها شغلكم او الكلام ده كله. ابدأي دايما انا دايما بنصح ناس كتير جدا وبقول لهم ابدأوا باللي عندكم، مش لازم يكون عندكم كل الماتيريال اللي يكون عندكم ماتيريال كتير. لا، تقدروا تعملوا كذا حاجة بحاجة واحدة، لو عندكم كبديل لغاية بقى ما ربنا يكرمك بعدين وتجيبي كذا حاجة. فدي الفكرة، ان انا برضو المرة دي بستخدم باليت واحدة. اوكي، نستخدم بقى اللون اللي انا قلت عليه هنا كده في الاول، وهضغط. انا بضغط بحيث ما يكونش فيه اي لاينز موجودة مكان الكونسيلر. فزي ما انتوا شايفين كده انا بضغط. هستخدم برضو من نفس الباليت اللون ده. بصوا كده، انا حابة ان نستخدم ده كده اعمل بيه ايلاينر، هيكون مموه شوية مع اللون البني ده برضو. ده كده، ده مع ده. بصوا بقى، حابه ان انا اقفلها. شوفوا الايحاء بيجيلي في ثانيه كده، اللي هو يعني الواحد ولا بيعقل عليه يجيله الالهام وهو شغال حرفيا. اهو كده بالشكل ده، واحده واحده، بحيث ما يبانش الحاجه كونتراست جدا في العين. كله متموه كده، بس العين شكلها محدد برضو. انتوا فاهميني؟ نفس الكلام في العين التانية هنا كده برضو. اهو. هستخدم الجليتر ده من دارس زي ما انتوا شايفين شكله كده. اوكي، الجليتر ده من ايام امي تقريبا اللي هو بتاع العرايس ده اللي كانوا بيعملوه كده وكده على كتفهم كله بقى. اوكي. هاخد منه كمية بسيطة، مش هكتر يعني، حاجة خفيفة يعني. بصوا كده. واو، انا بضعف قدام اي جليتر يا جماعة.
look like bride حرفيا. نيجي حاليا بقى لمرحلة اللاشز، ودي شكل اللاشز اللي انا هركبها. anyway طبعا انا هحط اللاشز out of camera، لكن طبعا انت فايتك كتير. لكن على العموم عشان انا اصيلة هسيب لكم اللينك تحت بتاع الفيديو بتاع تركيب الرموش ستيب باي ستيب. وطبعا لو انت متابعاني على التيك توك هتشوفي اللايف وانا بركب فيها اللاشز طبعا، ففايتك كتير لو انت مش متابعاني على التيك توك هناك. ف let's go. اوبس، مش عارفة اعمل كده، مش عارفة اعمل كده بسبب النيلز. صراحة حبيت اشارككم قوي مقتطفاتي وانا بحاول اتعامل بالضوافر عشان الزق اللاشز دي. بجد استنوا كده، انا هعرف الزقها يا رب، اعرف اتعامل يا رب. فكرة في حاجة، الجلو اسود واللوك فاتح جدا، فاللي هو الغلطة هلاقي الخط كامل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي، انا ممكن احاول الزقها بالملقاط عشان ايه نعرف يعني شوية نتعامل كده ولا حاجة. مرايتي الصغنونة. بسم الله يا مسهل. والله يعدوا الجمال. انا بصراحة حبيت ان انا اشارككم ال يعني المرة دي تركيب الرموش اهو، انا بركبها بالضوافر، ما هنتوش عليا، وبجانب تشوفوني وتضحكوا عليا وانا بركبها بالضوافر دي كمان، يعني عشان ما تقولوش بس كمان حد ركبها لي ولا حاجة. احنا ايه، عشان نبقى مع بعض كده على ميه النور. ودايما بابايا بيقول لي اجتنبي الشوهات، فانا بصراحة حبيت ان ايه اصورها معاكم كده. شايفين برضو ودة الرسم طالعين في حتة تانية ازاي؟ love it. ممكن ارسم لها وينج ايلاينر وممكن لا، على حسب. نيجي للناحية التانية. اوكي اوكي، بسم الله. ايه ده، طلعت التانية ليه؟ طلعت التانية، خشي خشي بليز. بتطلعي ليه؟ هي شكل الجلو مسك فيها ولا ايه؟ اه مسك فيها. وانا هعرف الزقها كده، نجرب. شابو، really شابو. يلا والنبي بقى يلا. هو في رمش مسك فيه الجلو عشان كده. اوكي، هستخدم الماسكرا بتاعتي من سيبال 3D، وهبتدي بقى امسكر رموشي علشان الحاجات اللي جايه عليها كونسيلر دي اللي هي رموشي الطبيعيه كمان معاها، ويجوا بعضهم كده عشان ما بحسش ان في فرق. اوكي نيجي هنا بقى. هستخدم الايلاينر بتاعي من كاتريس، وهرسم وينج رفيع شويه يعني. اوكي هستخدم البرايمر بتاعي من سنو برايت الفيلفت ده. let's go. خايفة اعور نفسي، فانا ممكن اعمل تكنيك تاني احلى خالص، اعمل كده اهو بالشكل ده كده. انا حابة ان انا اعمل يعني ايه، بليز. اوبس. حابة ان انا اعمل كفرج خفيفة جدا، يعني مش حابة ان انا اعمل كفرج عالية قوي، يعني مش هتليق قوي مع
رسمة العين. فاحنا عايزين حاجة، هو انتي هتنزلي يا ما تنزليش؟ يعني بتنزلي بتقومي مخرجاها كلها. بصوا حرفيا الفاونديشن ده هيصفي لي وشي بس، مش هيديني حتى لون ولا هيديني اي حاجة، هيصفي الوش بس، انتوا نفسكم هتشوفوا. اوكي بصوا كده بالشكل ده اهو. ده انا براش كمان، يعني ما عملتهاش ببيوتي بلندر، لا ده انا عملتها لكم بالبروش عشان تشوفوا، يمكن تدي كفرج اعلى. نو واي، هي بصوا مجرد ان هي بتصفي الوش. حرفيا ماي فيفورت فاونديشن، تقدري تستخدميه استخدام يومي، تحفه قوي. اللي هو انتي حاطه ومش حاطه. هستخدم الكونسيلر تاني بتاع لاجرد، لو هبتدي احطه تحت العين كده على اصفر شويه زي ما انتوا شايفين كده. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا. اوكي طبعا من الاول اهو. برضو الكونسيلر ده تقدروا تستخدموه استخدام يومي، حرفيا تحفة جدا. بيبان برضو كأنك مش عاملة كفرج كتيرة، وطبيعي جدا وحلو قوي ومش بيأذي العين، فاللي هو استخدام يومي تحفة جدا. بس هو غالي حبتين شوية، يعني هو غالي شوية. استخدم من مايت سينما التنت ده درجة 203، اللي هو ايه، نحط التنت وندمجه عبال ما الكونسيلر ياخد كفرج شوية في العين كده. احسن انا كترت شوية بس ما يضرش، الكونسيلر كده كده هي ايه، هيظبط الدنيا يعني. هو مش باين اوي في الكادر يعني او في الكاميرا زي ما باين في الطبيعة، فاوكي. شايفين هي صفت تحت العين بس مش اداته البياض الواو. يعني احنا مش عايزين بياض على قد ما فاهمة تكنسل كل الهالات وتخلي شكلها ناتشورال جدا. فده استخدام اخر للكونسيلر، يعني مش لازم نبيض بس وخلاص، لا. اوكي المرة دي حابة استخدم معاكم اللوس باودر بتاعتي من فيت مي من مايبلين. بصوا كده، وهبتدي انزل على تحت شوية، مش هجيب اخر العين تحت. نفس الكلام في العين التانية. اخطط زي ما انتوا شايفين. حسيته very dark قوي بس ايه، صراحة زودت عليه اللون ده من ساندرا كوزماتكس اهو، عشان بس ايه اللي يحب يشوف. يعني قواه اكتر، وبصراحة حاسة ان انا عايزة اهديه بقى، يعني بعد ما قويته حاسة ان انا عايزة اهديه. Thank you everyone for watching my video. طبعا مش هنسى اقول لكم ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبحبكم جدا واشوفكم في الفيديوز الجايه.